كاظم. استاذ حماده، السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ حماده سعد، المستشار الاعلامي. اهلا كابتن حماده، ازيك؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن حماده؟ الف مبروك الف مبروك النهارده على الفوز الجميل ده. النهارده موقع الفيفا على شبكه الانترنت بيقول الاهلي صانع فرحه المصريين. فرحه المصريين، فيعني فعلا الاهلي صانع فرحه المصريين، والناس كلها النهارده تعليقات على الفيسبوك. الحاجه الصح الوحيده اللي ما زالت في البلد النادي الاهلي. انت عارف يا استاذ حماده الجميل النهارده الفيسبوك اتقلب كله اهلي، يعني اتقلب ماتش كوره. يعني شوف احنا من 21 نوفمبر واحنا عايشين في قصه معينه لغايه امبارح بالليل، النهارده الفيسبوك كله اهلي، كله اهلي خلاص. ايوه بالظبط كده، والتعليقات كلها بتقول ان النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي لسه ما زالت صح في البلد لسه. الحمد لله يعني والله. الحمد لله. انت حضرتك دمياط بقى لها 3 ايام زي ما انت عارف، برضه فريق مؤيد وفريق معارض وسياسه ومش عارف ايه فالنهارده بقى كله متحد يا كابتن. يعني النهارده انا قاعد جنبي واحد جنب واحد، كله النهارده مع النادي الاهلي، وكله طبعا. هي دي بلدنا، هي دي مصر اللي احنا نعرفها. يعني ان شاء الله ازمه وتعدي عليه، والنادي الاهلي طبعا النهارده فرحنا فرحه كبيره قوي، ويا ريت تستمر ان شاء الله. وباذن الله انا متفائل. كابتن حسام البدري المدرب العظيم اللي ما خدش حقه لحد الان، يعني ان شاء الله ياخد حقه وزياده الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله ربنا يتمم بخير ونجيب البطوله. مش هقول لك مركز ثاني ولا مركز ثالث، ان شاء الله نجيب البطوله باذن الله. احنا قدها وقدود يعني يا كابتن. ان شاء الله. اشكرك كابتن حماده، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. استاذ احمد، السلام عليكم. استاذ احمد. الو استاذ احمد.